السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله غادي نديرو طريقه كيفاش نديرو الورقه ديال البسطيله. كيفاش نديرو الورقه البسطيله بطريقه سهله والانسان يقدر يديرها في دارو بلا ما يحتاج انه يعني ربما يكون الانسان ساكن في مكان اللي ما يمكنلوش يشريها فيصيبها في دارو بطريقه سهله. غنحتاجو الورقه الخليط. كنحتاجو 200 غرام ديال الدقيق الابيض الممتاز، يعني يكون دقيق ممتاز. وغادي نحتاجو 2 كيسان صغار ديال كيسان ديال الاتاي، يعني فاش نشربوا الشاي وفاش غادي نعبروا الماء. يعني دوك الكيسان ديال العنبه اللي كنشربوا فيهم اتاي كنعبروا منهم 2 كيسان ديال الماء، وواحد ربع معلقه ديال الملح، وواحد ربع اولا يعني قطرات من زيت المائده. كناخذوا هاد المكونات كلها كنديروها في الاله الكهربائيه وكنخلطوهم، يعني نخلطوهم بطريقه جيده بحال اللي كنخلطوا بغرير اولا كنخلطوا الكريم. كنخليهم يرتاحوا واحد الفتره، من بعد كنمشيو للطريقه كيفاش نديرو بها الورقه. غادي نمشيو دابا الطريقه كيفاش غادي نديرو الورقه. درت واحد اناء فوق النار، يعني ان كاسرول، ودرت فوق منه مقله ديال الطفال، هاد المقله اللي ما كتلصقش. خلينا الماء حتى تبدا تيغلي. من بعد خديت الطفال دهنتها بواحد شي شويه الزيت من الفوق، درت واحد كوش ديال الزيت، غير واحد شي شويه دهنتوها ومسحتها بواحد الطخشو، مسحتها مزيان باش ما يبقاش داك الزيت لاصق. درتو بحال هكا. الوغ اش غنديرو؟ خدينا داك الخليط ديالنا وجبنا الشيته تكون بحال هكا اللي كنستعملوها في المطبخ ديالنا، وغادي نخلطوا هذا الخليط بحال هكا، نخلطوه مزيان مزيان مزيان، وكنبقى نهزو وكنبقاو نمشيو عند المقله ديالنا، كنبقاو نمشيو فوق منها بحال هكا، بحال كنصبغوا هذه المقله ديالنا بالعجين. كنديروا يعني عده مرات باش نديروا انكوش اللي غادي تكون يعني تقدر تجر لينا من فوق من هذه المقله هذه. نديرو حتى تنحسوا بان فعلا راه دات انكوش، لان هذا الخليط راه جاري، يعني ماشي جاري يعني سائل بزاف، مي عنده واحد شويه الخطوريه. صافي دابا هذا هو القياس. اش غادي ندير؟ غادي نخلي هذا الخليط ديالي، هذا الكوش اللي درت انا ديال العجينه، نخليه حتى تيشد راسو وغادي نجرو. خلينا هذا الكوش ديال العجين ديالنا شدات. من بعد غادي يعني نديروا لها مثلا غير بهذا اللالوش، ونديروا لها كم جنب باش تهز ليا الطرف ونقدر انني نجرو. صافي كنجرها بحال هكا. احنا هزينا ورقه ديال البسيط. نديروا لا دوزيام فوا بحال هكا. هاك نبقاو نديروها بسرعه يعني، ونبقاو نسرحوا العجين، ما نخليوش يعني مجموع في واحد البلاصه باش ما يديرلياش طبقه يعني سميكه في واحد البلاصه وطبقه رقيقه. يعني خصها الطبقات يكونوا عندهم مستوى واحد ديال السمك، يعني نبقى نزيد حتى تنوصل واحد السمك اللي انايا بغيتو. هكا خصها تكون يعني ما تبانش عندها بلاصه غليظه على بلاصه. صافي دابا انا درت الطبقه ديالي اللي غادي تجيني مزيانه. غادي نخليها حتى تشد راسها مزيان باش غادي نجرها. الورقه ديالنا ها هي درناها هنايا. اش غنديروا؟ غادي نخلطوا واحد شي شويه ديال الزيت والزبده. ضروري نديروا الزبده لان الزبده كتخلي الورقه ديالنا تجينا مقرمشه ملي نبغي نطيبوها، اما في الفرن اولا في الا بغينا نقليوها. كتجي احسن من اننا ندهنوها بالزيت بوحدها. صافي كندهنوها بحال هكا ونغطيوها. ضروري تغطى لان لما تغطاش كتقصح كتنشف. كتشوفوا الورقه كيفاش كتجي، يعني كتجي بحال الطريقه. شي ساهل الانسان يدير الورقه ديالو في دارو. كما كتشوفوا بعض المرات اصلا يعني كتكوني محتاجاها لواحد اللحظه وعاد تخرجي تمشي تشوفي فين تلقيها. ربما نكونوا ساكنين في مكان ما فيش اصلا يعني الورقه يعني طريه. الوغ من الاحسن واحد يديرها. تشوفي الطريقه ديالها ماشي سهله ماشي صعيبه، يعني ما فيهاش بزاف التعقدات، سهله واحسن انك ديريها. هي كتلحسن من انك تشريها من برا. كملنا الورقه ديالنا. انتم شفتوا كيفاش كنديروا ليها، يعني الطريقه ديالها سهله بزاف كاع، يعني الانسان اللي ما عرفش غيقول راه ما نقدرش نديرها، ولكن هي سهله. انتم كتشوفوا كتجي هكا يعني شفافه، يعني الواحد يستعملها يديرها في دارو بلا ما يبقى عادي يمشي يجيبها من برا. كنتمنى الطريقه اللي درت ديال هاد الورقه غادي تعجبكم وتجربوها، لان فعلا غادي تنفعكم بزاف.
دابا الواحد باغي يدير بزاف د الحوايج، بريوات، باغي يدير لي سيجار، باغي يدير الستيلا. انا كنفضل واحد يديرها بيديه، وكيف ما قلنا وحاجه تشوفيها وحاجه كديريها بيديك ماشي بحال. هاد الورقه هذه يعني ما يمكن ليناش نحتفظوا بها اكثر من نهار، لاننا كنديروها في نهارها وخصنا نستعملوها في نهارها. الا بقات يعني الغد ليه ما كتخسر، يعني كتولي تكسر. كيف ما قلت لكم خصنا نخلطوا شويه ديال الزيت مع الزبده وندهنوها. احسن من اننا نديروا لها عين الزيت، لان ملي كنديروا لها الزبده فاش كنعمروها يعني نديروا لها الحشوات، الا دخلناها الفرن او قليناها كتكون مقرمشه اكثر واحسن. كيف ما كنقول، منين ندهنوها نغطوها بالبلاستيكه، يعني نغطوها بالبلاستيكه حتى نوجدوا الحشوه اولا نوجدوا لها شنو بغينا نديروا فيها، باش ما تقصحش لينا ودير لنا يعني تقصح لينا سميتو ما تبقاش يعني طايعه لينا. هذه هي الطريقه اللي كندير انا، وكنتمنى انكم ما تردوش انكم تجربوها. انا نصيحه مني يعني غادي تنفعكم بطريقه ما تصوروهاش. ما تنساوش تشاركوا معايا باش يوصلكم الجديد ديالي. ان شاء الله غادي يكونوا دائما دائما جديد عندي، ونتلاقاو في فيديو اخر، ومع السلامه.